السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 5 أصناف من النساء لا تتزوج منهم. هناك 5 أنواع من النساء لا تصلح أن تكون زوجة لك. اسمع رعاك الله، نحن جميعا نعلم أن الزواج آية من آيات الله عز وجل في الأرض، فلا شك ولا ريب ولا جدال ولا نقاش ولا مجال للحوار أن الجميع يعلم أن الشمس آية من آيات الله عز وجل، والقمر آية من آيات الله عز وجل، فهكذا الزواج آية من آيات الله عز وجل. اسمع رعاك الله، ماذا قال الله عز وجل في شأن الزواج؟ قال الله عز وجل في الزواج آية في كتابه العزيز تتلى وستتلى إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، قائلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله العظيم. الله أسأل أن يصلح جميع زوجات المسلمين وأن يسترهن، اللهم آمين. فالزواج آية من آيات الله، وعلينا جميعا أن نعلم أن آيات الله عز وجل في الأرض معجزاته، وأن يؤلف الله عز وجل بينك وبين زوجتك، أن يؤلف بين قلبيكما، هذه آية من آيات الله. والله لن تستطيع أن تفعلها بمفردك، ورب الكعبة لن تستطيع أن تؤلف بين قلبك وقلب زوجتك، فهذه آية من آيات الله عز وجل. احذر نكاح هؤلاء 5 أنواع من النساء. أما الأولى فهي الأنانة. الأنانة هي كثيرة الأنين، كثيرة الأنين والشكوى، فهي لا ترضى بشيء ولا يعجبها شيء، ولا تكاد تكون مرتاحة في زوجها وفي بيتها. هذه لا تطلب الحياة معها. أما النوع الثاني فهي الحنانة. الحنانة هي التي تحن إلى زوج آخر وتمتنع على زوجها بنفسها وتمن عليه دائما، ما تمن على زوجها بنفسها وتقول له: مثلي يكون لمثلك، أمثلي يتزوجها مثلك، مثلي يتزوجها كذا وكذا. اللهم استر نساء المسلمين. أما النوع الثالث وهي الحداقة. الحداقة هي التي ترمي بعينيها في كل شيء وترغب في اقتناء كل شيء. كلما رأت شيء تريده. فلانة زوجها اشترى لها شيء عايزة زيها، فلانة جابت شيء عايزة زيها، مش راضية باللي هي فيه، مفيش رضا باللي هي فيه. كل ما تشوف حاجة في ايد حد عايزة زيها. اللهم اهدي نساء المسلمين. أكلما اشتهيت اشتريت؟ هكذا قال عمر، فهذه لا تصلح الحياة معها. أما النوع الرابع وهي البراقة. البراقة هي التي تشتغل بنفسها عن بيتها وزوجها، ما يعرف بالأنانية،
فالزوجة الأنانية لا تصلح أن تكون زوجة. اللهم اهد نساء المسلمين. أما النوع الخامس وهي الشداقة. الشداقة هي التي تتشدق بالكلام، أي كثيرة الكلام وقليلة السكوت، لا تستطيع أن تجلس معها وهي صامتة، الحديث وفقط، لا تكف عن الكلام، دائما ما تتحدث. الله أسأل أن يستر نساء المسلمين. فعلينا جميعا أن نعلم أن الزواج آية من آيات الله عز وجل، وعلينا جميعا أن نختار أزواجنا. عليك أيها الشاب أن تختار زوجتك، فهي ستكون أم أولادك. فاختر لأولادك زوجة صالحة. اختر لأولادك زوجة صالحة، فإن العرق دساس. إن العرق دساس. ما سيكون في امرأتك فلربما يكون في ابنتك. اختر لك زوجة، ولتعلم أن الزواج آية من آيات الله عز وجل. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. قال الله عز وجل لتسكنوا إليها، أي هي السكن، السكن المعنوي، المرأة التي تلجأ إليها، وليس سكن الجسدين، ولكن هنا سكن الأرواح. لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لم يقل الله عز وجل الحب، بل قال مودة ورحمة، فمن الحب ما قتل، ولكن المودة والرحمة بيد الله عز وجل. وجعل بينكم مودة ورحمة. الله أسأل أن يتقبل مني ومنكم، وأن يستر زوجاتنا. اللهم استر نساء المسلمين. اللهم استر نساء المسلمين. اللهم إني أستودعك نساء المسلمين بأسرهم. اللهم إني أستودعك نساء المسلمين بأسرهم. اللهم اهدهم. اللهم اهدهم. اللهم اهد نساء المسلمين. اللهم اهد نساء المسلمين. اللهم اصلح زوجات المسلمين. اللهم لا تبتليهم. اللهم لا تبتليهم بمرض، ولا تشقيهم بولد، ولا تسلط عليهم من أهل السوء أحد. اللهم لا تبتلي نساء المسلمين بمرض، ولا تشقيهم بولد، ولا تسلط عليهم من أهل السوء أحد. واكفهم اللهم بفضلك وكرمك وجودك من شر النفاسات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تبتلينا بما نخاف عليه. اللهم لا تبتلينا بما نخاف عليه. اللهم لا تبتلينا فيما نحب بعدا ولا فقدا ولا حزنا ولا مرضا. اللهم لا تبتلينا بمن نحب، لا بعدا ولا فقدا ولا حزنا ولا مرضا. فإن كان من توفيق فمن الله عز وجل وحده، وإن كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فوارد لا شك فيه، فمني أنا ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون به إلى الجنة ثم يلقى به في نار جهنم، أعاذني الله وإياكم منها. على أمل جديد بلقاء جديد، إن قدر الله البقاء واللقاء. دمتم في حفظ الله ورعايته، طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. على أمل جديد بلقاء جديد، إن قدر الله البقاء واللقاء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الله ورعايته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.